السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ صافا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان، صراحه اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع. شنو هو الفرق ما بين لابواط فيتاس اوتوماتيك ولابواط فيتاس مانييل، وشنو السلبيات ديالي وشنو الايجابيات ديالها. الوغ الاخوان، غادي نبداو بالباطا فيتاس اوتوماتيك. شنو هما الحوايج اللي زوينين فيها، ولا بالاخص مثلا يعني في الفولو. النقطه الاولى اللي هي زوينه في الاوتوماتيك شنو هي؟ انها الا كنتي مثلا كضرب الطريق الطويله، يعني هي مزيانه حيت كتهنيك من داك القوه، دوز فيتاس كراطي، دوز كراطي، دوز كرا، كتهنيك، ما كتبقاش عندك ديك الخدمه بزاف. هذه اول حاجه، هذه حاجه زوينه فيها. ثاني حاجه شنو هي؟ ملي كتكون طالع في شي عقبه مثلا، وكيكون مثلا شي عقبه اللي كنقولوا ما كاينش الشارج وكاين عقابي قاصحين اللي كيوقفوا الكاميو، هي في الكراطاج مزيانه حيت كتبرك على بوطونه كتجاوبك في البلاصه، ماشي بحال اللوفي مثلا مانييل خاصك عاد تبرك على لومبرياج وعاد تكراطي وخاصك تلعب معاه خفيف باش ما يوقفش بيك، ولا هي بسرعه كتكراطي. يعني ما هذه نقطه صراحه مزيانه فيها بزاف. يعني هاد جوج النقاط اللي كنشوف انا فيهم باطا فيتاس اوتوماتيك مزيان. شنو هما السلبيات ديالها الباطا فيتاس اوتوماتيك؟ اول سلبيه هي الا مشيتي تا وحلتي، الا مشيتي تا وحلتي بالكاميو مشكله. علاش؟ دابا المانييل ملي كتكون عندك كاميو مانييل، ملي كتجي مثلا غتقلع فشي بلاصه وحلتي فيها، انت اللي كتعطي العبار ما بين لومبرياج والكسيراتور، شحال باغي ديال الجهد ولا ديال القوه، تكسيري ما تكسيريش، تعطيه ما تعطيهش، يعني انت اللي كتكونترولي. في الاوتوماتيك هو اللي كيعطي لوردر لهذا الروايد بشحال غيدور، كتكسيري واخا تكسيري بالجهد ولا تكسيري بالجهد بشويه كيدور هو كيما بغا حيت عنده عبار. هنا فين كاين المشكل، الا كان عندك الاوتوماتيك الوحيل غادوز عليك اخويا الصراحه. وحاجه الخايبه كاع اللي صعيبه بزاف واللي صراحه ما خداماش كاع وخايبه، شنو هي الله يستر، لا قدر الله كنتي طالع شي عقبه كتكون واقفه بزاف ويمشي تيوقف بك فيها كاميو وتبغي ترجع به ماشاريان، ماشي بحال المانييل. المانييل كما كنت علمتكم في الفيديوهات القدام، ملي كيوقف بيا الكاميو مثلا في شي عقبه قاصحه وكنبغي نرجع ماشاريان، راه اول حاجه ماشي كنطق فران امان ونجي كنجي راجع وكنبقى غير كنبرك على الفران، لا، خاصك تدخل ماشاريان وتجبد رجلك على لومبرياج عاد تفراني، باش داك التدخل ديال الفيتاس كيعاونك انك كيهبط الكاميون فراني، ماشي تطلقوا ماشاريان وتجي هابط به، حيت الحموله غتجرك، فهمتي؟ وتقدر تجر حتى الروايد الاولى تنجرهم، ها انت وقعتي في كارثه. فهنا الاوتوماتيك هنا فين خايبه، ملي كتبغي تدخل له ماشاريان مثلا في الحدوره خاصك تكسيري عاد باش تدخل لك يعني الماشاريان، وانت ما يمكنلكش تكسيري في ديك اللحظه، بالاخص الا كانت مثلا شي عقبه قاصحه ولا عندك شي كوطمه، خاص مثلا الكاميو ما يهربش بك، الا هرب بك مثلا يقدر يتكا بك ولا، يعني هنا كتولي الخطوره ديالها كثر، ماشي بحال المانييل كتدخل ماشاريان كتحيد رجلك على لومبرياج ما كتكسيرش، كتبقى غير كتعاون غير بالفران ديال الرجل، واغلبيه كتعتمد على الفران ديال لابان. فهذه من بين السلبيات ديال باطا فيتاس اوتوماتيك. سلبيه اخرى شنو هي؟ ان المانتونونس ديالها ولا الصيانه ديالها راه غاليه بزاف، وهي حساسه ماشي بحال المانييل راه التكلفه ديالها لا هي كبواطه ولا الخدمه ديالها هي رخيصه، ماشي بحال الاوتوماتيك صعيبه وحساسه، يعني خصها الشيفون يكون كيرد معاها البال بزاف، ماشي بحال الاخرى مانييل يعني عاديه. الاخرى هذه فيها بزاف قوه ديال لي كابتور، قوه ديال يعني ديال لابارايات، يعني خاصك دائما تكون معاها كما نقولوا ترد معاها البال. بالنسبه للمانييل شنو هي الحاجه اللي فيها زوينه الباطا فيتاس مانييل؟ اول حاجه واهم حاجه لاي شيفور، هذه ما يقوليش هي المتعه في السياقه. باطا فيتاس مانييل هي اللي كتخليك تحس براسك انت اللي مكونترولي الكاميو، انت اللي سايقو ومستمتع بتدواز الفيتاس، هذه اول حاجه. ثاني حاجه وتا النقطه هذه نسيت الاخوان، راه ديجا كنت قلتها لكم في واحد الفيديو. وحاجه اخرى بالنسبه حتى للباطا اوتوماتيك خايبه، هي دابا ملي كتهزو كامل وكتبغي تجي تجر وكتكون السلعه مازال باقا لك الفوق، شي سلعه اللي ما كتهبطش دغيا، راه ملي كتجي تطلق الكاميو تجر هو راه كيقلع مجهد، راه ما تعرفش راه عندك انت لابار خاصك تطلق بالميليم. المانييل لا، المانييل كتطلق عبار شحال ما بغيتي كيما بغيتي كتجيك ساهله. هو لا، هو شي مره راه كيطلع غير كتكسيري، حيت غير كتكسيري كما قلت لكم هو اللي كيقلع ماشي انت، حيت عندك فران كسيراتور، ما كاينش عندك لومبرياج اللي غدير به العبار. في
هذه من بين السلبيات اللي كاينه في الاوتوماتيك. فانا بالنسبه لي الاخوان يعني الاوتوماتيك كيبقى بالنسبه للبن، الا كان لبن مثلا كيخدم الزراعي ولا شي لبن اللي ما عندوش جبال ولا ما عندوش شي بلايص اللي صعاب، راه مزيانه يعني راه مسلكه. كانت الطبله ولا فريكو راه احسن، يعني بحال اللبن اللي كيضرب يعني كاين الثقل وكاين الطريق وكاين الوعر، كنقولوا له حنا كيضرب الوعر، راه حساسه بزاف الاخوان وغتمرض مولاها. راه صراحه انا راه بحكم التجربه ديالي راه ما ساهلاش الاخوان. راه كاين شي مرات الكاميونات كتلقى انت كلشي مثلا يطلع شي بلاصه انت تجي تطلع ما يطلعلكش الكاميون، ولا علاش؟ حيت ما عندكش انت العبار ديال لومبرياج ماشي بحال الاخرين. لا شي بلاصه تبقى توحل فيها انت تبقى تما انت اون بار كلشي يسلك. فهذا الاخوان هو الفرق ما بين الباطا فيتاس والباطا مانيال بالنسبه للخدمه ديالو. ما الباطا مانيال يعني اش غادي نقول لكم، يعني هي صراحه اللي فيها زوين بزاف، كتخليك تستمتع بالسياقه الشاحن. الاوتوماتيك بحال راه كتمشي الكاميون كيمشي سايق راسو براسو، خاصك تبقى ترد معاه البال وصافي الاخوان. فهذا الاخوان كان يعني كفكره الانسان ياخذها بالنسبه حتى علاش كاميون اوتوماتيك مناش يرد البال. ودائما كما كنقول لكم الاوتوماتيك في الحدوره العقبه الضمانيه ما كتخليش اوتوماتيك نهائيا باش ما كتسرطحش لابوا، حيت في الحدوره كتخدم روطاردور كتبدا كتكراطي بوحدها كتفرع الفيتاسات. في العقبه الا عمرتي ورونفليتي عليه غيدوز لك فيتاس، ولا كان شي عقبه واقفه غيوقف لك الكاميون. فدائما هادو جوج الحوايج راه متعارف عليهم، الحدوره والعقبه في فيتاس اوتوماتيك الضمانيه ما كنخليوهاش. فهاد الاخوان كنتمنى ان هاد المعلومات يكونوا فادوكم اطلاق، وتكونوا خديتوا فكره على الاوتوماتيك والمانيال، وخليكم الله يهنيكم الاخوان.